ليلى يمكن ده أول مهرجان بعد الثورة، يعني الفترة اللي فاتت جميع مهرجاناتنا اتلغت، وده أول مهرجان بيتعمل. وانتوا بتطلبوا منه ايه الإنجازات اللي نفسك يحققها المهرجان ده؟ ومش بس كمان في القاهرة، ولكن انه في بلد سياحية، يعني انتوا بتضربوا عصفورين بحاجة او 3 عصافير طبعا في عصفور المية وجنوب كل افريقيا وفي السياحة وفي الفن وفي الامان، 4 عصافير بالظبط ايه اللي كده. انت بتطلبيه ان انجازه ان ينتهي المهرجان؟ خرجنا بايه؟ خرجنا ان يعني تغطية إعلامية لكل يعني أيام المهرجان وأفلامه وضيوف. وأنا أهم حاجة عندي ضيوف المهرجان من موريتانيا، يعني في ضيوف كتار جدا جدا قد كده، هم عاشقين للسينما المصرية. وفي مخرجات، يعني في مخرجة اسمها لالا، اتعرفت عليها وهي ليها فيلم. بتمنى لها يا رب كل التوفيق، بتمنى الجوائز ليهم كلهم. لجنة التحكيم أنا سعيدة بيها جدا، هندي صبري ومحمد خان وكلهم. يعني أنا يهمني إن الناس تعرف إن إحنا في أمان إن شاء الله دايما، وإن إحنا الضيوف اللي بيجوا هنا بيستمتعوا بسينما، بيستمتعوا بخدمة مميزة. الشعب هنا في الأقصر متعود دايما على الأجانب كلها، وقد كده في بيسموه كرم ضيافي وكرم ثقافي وكرم مش عارفه اقولها لك ازاي، بس تحسي ان هم اهلا بيكم، اتفضلوا عارفه ازاي، يعني من جواهم ده رزقهم، وده بيقدموا التاريخ لمصر من خلالهم. مش بس اللي احنا بنتفرج عليه، المعاملة الطيبة والذوق والكرم والطيبة ده من مميزاتنا، وبتمنى ان احنا نحافظ عليه على طول زي ما هو موجود ويستمر اكتر واكتر. انت طبعا جيتي السياحه واتفرجتي، تقولي لهم ايه الاماكن اللي يركزوا عليها، الحاجات الحلوه اللي عين ليلى علوي الحلوه شافتها وحابه كل واحد موجود هنا من افريقيا يشوفها الاماكن؟ اولا عايزه اقول لك، يعني طبعا مش هتكلم على المعابد وعلى الاثار اللي موجوده، لكن انا عايزه اقول لك ان حتى البيوت الصغيره اللي في الرمله واللي في الزرع قد كده نظيفه، قد كده روحهم حلوة. يعني كل شبر في هذه الأقصر وأسوان، مش الأقصر بس على فكرة، الأقصر وأسوان وكل ده، قد كل حاجة فيها نظيفة وطيبة وكريمة وحلوة وغنية وتاريخ. فأنا بتمنى إن هم كل سنة يبقوا معانا، وكل سنة الضيوف تزيد أكتر، وبتمنى للمهرجان ده الدوام. انا عايزه مهرجان في الاقصر، وعايزه مهرجان في اسوان، وعايزه مهرجان في شرم وفي الغردقه وفي اسماعيليه وفي العين السخنه واسكندريه والقاهره، ويعني نفسي، وان شاء الله نعمل مهرجان في طابه كمان. فهماني ازاي؟ ان شاء الله يا رب يحمي مصر ويوفقنا. المرحله اللي جايه لازم كلنا نشتغل كويس جدا، ولازم نحب بعض ويبقى عندنا هدف واحد. هننجح غير لو كان لنا هدف واحد كريم وشريف.